أشياء كثيرة فقدت يمكن الصبر عليها كونها تتعلق بمتطلبات وحاجات إما كمالية أو خدمية، لكن ما هي السبل التي يمكن لها أن تجعل مرضى الدم أن يصبروا، حيث فقدت من المستشفى الخاص بهم الأكياس المخصصة لسحب الدم من المتبرعين بمحافظة الديوانية. جهالي لا ما طيتهم دم، كل 10 أيام يحتاجون يعني دم، لا ما تطيهم، هم عندهم تضخم بالطحال والكبد وعجز، حالتهم يعني كلش تدهور ويختنقون. دم لا ماكو. الدكتور طردنا ويصيح علينا، احنا وين نروح؟ ابني يريد يموت، انا وين اروح؟ سووا لنا حال بيتالسيميا، وين نروح؟ ليش ما يرضى يقول شاس مال دم ماكو بالمصرف ويصيح الدكتور ويطردنا؟ وين الحكومه؟ أمر أكياس الدم وفقدانها وصل لحد السخرية من المستشفيات من قبل المتبرعين الذين عبروا عن عدم وجودها، مطالبين باستبدالها بأشياء أخرى كي يتم إنقاذ المرضى. أما المريض بمرض الدم يصارع من أجل البقاء، واعتبر أن فوزه بقنين من الدم مكسبا له. جيت متبرع، لقيت هاي المرة خطية ابنها فرد نوب منتهي، وجيت طبيت وياه المصرف الدم يقولوا لي كياسة ماكو. يعني شلون ماكو كياسة؟ وهذا وين يروح خطية الطفل؟ شلون نشتري علاليق من السوق؟ أنا محتاج دم، بطلين، أريد أسوي عملية شيل الطحال، وما أعطاني غير بس بطل واحد وبنت حرمص. هو هذا البطل وراح أدير أنا وراح أدور لي على بطل. صراع عن المعلومات الصحفية بخصوص عدم وجود أكياس الدم لا يقل عن معاناة المرضى، فالكل تهرب من المسؤولية ولا يبغي أن يكشف الحقيقة خشية المحاسبة، ليكتفي مدير عام الصحة بتعليق بسيط بمثابة بشرى سارة يزفها للمرضى بعد أن وعدته الوزارة بتجهيزهم. حاجة محافظة الديوانية شهريا من الأكياس الدم حدود 2000 ما يقارب. عندنا مرضى بالثلاسيميا حدود 316 مريض. اللي حصل هنالك خلل في تقدير الاحتياج. السيد الوكيل الفني وأوعز بحل الأزمة وتوفير الأكياس بالعدد الكافي والمطلوب.